السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواني الأعزاء. طبعا أحب أن أنوه أن أبو عمر الشرقاوي عندما لم يكمل المباهلة حصل عنده حظر من قبل إدارة الفيسبوك، إدارة التيك توك، وهو تواصل معي على الخاص في الواتساب الآن قبل قليل وبين لي ذلك. فما كان من عنده هروب من المباهلة، بين لي ذلك. فما كان من عنده هروب من المباهلة، وإنما انحظر، فلذلك لم يكمل المباهلة. وهذا البث الآن أنا أبثه من باب التنويه على أنه لم يخرج من المباهلة بإرادته، بل حضر، فلذلك لم يكمل المباهلة. هذه رسالتي إلى أبو عمر الشرقاوي حتى أكون منصف وأكون دقيق، وأنا مو من عهدي أنه أكذب على أحد أبدا. وهو احتمال عنده حساب ثاني، خل أشوف إذا عنده حساب ثاني. إذا عنده حساب ثاني أرسل له هذا. أنا أيضا الآن أنتظر. أرسلت رابط هذا البث إلى أبو عمر الشرقاوي، أنتظر من عنده صعود، أنتظر صعوده. أتصور راح يصعد الحين. خل أشوفه. حي الله أبو عمر الشرقاوي. اطلب صعود أبو عمر الشرقاوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزي أبو عمر الشرقاوي، نفس الحساب اللي انت كنت بتنظرنا عنه؟ نعم نفسه. هل تكمل المباهلة؟ ما في مشكلة، بس لو يكون في متابعين أفضل أو شيء. نعم، احنا المهم خلينا نتباهل. احنا المتابعين ما يفيدونا ولا يضرونا. خلنا عيد المباهلة. أنا على كل حال هنظر إن شاء الله على هذا الحساب. جيد. احنا المناظرة راح نرتبها أنا وياك، الوقت مالتها الجزء الثاني ونرتبها أنا وياك على الواتساب. الآن راح أبدأ بالمباهلة، أعيد المباهلة حتى تكون الآن هذه الحلقة فقط للمباهلة. وأنا بينت في بداية البث هذا، بينت قبل صعودك، بينت للمتابعين بأنه أنت غادرت مو بإرادة من عندك، بل أنه تم حظرك
وما استطعت أن تكمل المباهلة، فلذلك راح تكون هذه الآن هذا البث راح يكون مباهلة كالآتي. راح أعيد الآن المباهلة. لحظات بنشارك بس، لحظات بنشارك بس مع الأصدقاء حتى يتجمعوا. أحسنت. أنا راح أباهل الآن، راح أبدأ مباهلتي. مستعان لأن ما في متابعة هنا خالص عندك. مو مشكلة، بس احنا المهم هو ينحفظ هذا عندك وعندي، وتستطيع أن تعيد نشره راح نبدأ المباهلة. إخواني، هذا القرآن الكريم الذي بين يدي وهو ما موجود بين الدفتين عند المسلمين. لحظة بس عشان الشيخ حابب يباهي يعني. نعم. يبدأ بسورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وينتهي بسورة الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عدد آياته أيها الأحبة 104، عدد سور عفوا، عدد سوره 114 سورة. أبدأ مباهلتي وبين يدي القرآن الكريم. إني السيد حيدر العميد. خلاها مختصرة وبس، أهم شيء لا تقاطعنا عشان بس. لا احنا فقط مباهلة، احنا المباهلة ندخل الآن فقط مباهلة. أرجوك لا أعقب عليك وعلى كلامك، ولا تعقب علي وعلى كلامك. هذا راح نحط عليه حلقة ثانية حتى فقط مباهلة. إني السيد حيدر العميد. جزء آخر في تحريف القرآن، جزء آخر. نعم جزء ثاني أخير. نتفق انا وياك على الواتساب ان شاء الله، نحدد يا يوم الجمعه، يجوز الجمعه المقبله ان شاء الله على هذا الحساب، لان الحساب الثاني انا ادري بيك انت الجمعه تكون متفرغ ما عندك عمل، فنخليه على الجمعه المقبله ان شاء الله. ماشي. اني السيد حيدر العميدي اباهل بنفسي واولادي كل من منتظر حيدر وعلي حيدر وسالم حيدر وزهراء حيدر، وأحفادي كل من زينب منتظر ورضا منتظر ومصطفى منتظر وجود علي منتظر. هذه المباهلة عني وعن هؤلاء. أقر وأعتقد بعدم تحريف القرآن هذا البين يدي الكريم من ناحية الزيادة والنقصان، وإن كل الروايات التي تقول بالزيادة والنقصان في كتبنا باطلة إن وجدت. وكذلك أقر وأعتقد إن عقيدتي الإمامة المهدي الرجعة كل عقيدتي، إن عقيدتي تطابق القرآن الكريم هذا، وإن عقيدة وكلام أبو عمر الشرقاوي باطلة وليست بحق أبدا، وإن هذا القرآن الذي عرضته الآن عليكم وعدد سوره 114 سورة، والذي يبدأ هذا حاطيد على القرآن كامشة بين يدي، وأنه يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس، كتب بحياة رسول الله، منسوخ من القرآن، يعني مو هذا منسوخ من ذلك القرآن، يطابق ذلك القرآن. هذا القرآن الذي بين الدفتين كتب بحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وبخط علي بن أبي طالب عليه السلام، وإن القرآن ما جمعه غير علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام،
من ولده، والذين هم الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف الهادي المهدي. وهذا القرآن نسخة من ذلك القرآن المخطوطة الأولى. اللهم إن كنت كاذبا فيما أقول وإن كنت ادعيت ليس بحق فإني أخرج من حولك وقوتك وأذهب إلى حولي وقوتي أنا ومن ذكرت من أفراد عيالي. وإذا كنت كاذبا فانزل علي صاعقة من عندك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. تفضل أبو عمر باهل بنفس ما باهل. تعال اذكر أولادك ولا تكذب، اذكر أولادك. الحمد لله اذكر أولادك. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أبو عمر الشرقاوي أباهل أن هذا القرآن، لحظة لا تتدخل، احنا اتفقنا عشان في ناس بتتابعنا لا تتدخل. خلص وانتهي وبعد ذلك عاق. خرج القرآن كم شبيلك. طيب بس لو سمحت لا تتدخل نهائي. مباهلة هاي أبو عمر، هاي مباهلة مو تدخل حبيبي، هاي مباهلة. اخرج القرآن واذكر بأن القرآن هذا اللي بين يديك اخرج لنا إياه. لا تتدخل مرة ثانية لو سمحت. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أبو عمر الشرقاوي أباهل على أن هذا القرآن الذي بين يدي طبعة الملك فهد رحمة الله عليه وجميع الطبعات سواء الأزهر أو حتى أي طبعة، طالما القرآن الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام، ومنه إلى النبي وبعد ذلك ومنه إلى الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كتبه في عهده بعد العرضة الأولى والثانية التي مات بعدها، وبعد ذلك جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بمشورة من عمر بعد موت 70 صحابيا في معركة اليمامة من القراء، فأشار عمر على أبي بكر بجمع القرآن فهذا هو القرآن. وبعد ذلك في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أشار عليه حذيفة بن اليمان أن يجمع القرآن بعد الفتوحات وانتشار الدين على يد الصحابة وجهادهم في سبيل الله. قال أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى، فجمع عثمان هذا الكتاب على هذه الروايات وحرق الزائد منها بإجماع الصحابة واتفاقهم على ذلك، وأن هذا القرآن لا يوجد فيه زيادة ولا نقصان، وأباهل على ذلك أنا وأولادي. عمر الشرقاوي أباهل على ذلك أنا وأولادي، عمر ومعاذ وماريا أولادي، وكل من يتابعني من أهل السنة يعتقدون ذلك، وكل من يسمعني بعد ذلك أن القرآن كلام الله لا فيه زيادة ولا نقصان، ولا يوجد فيه عقائد الشيعة قاطبة، وأن الشيعة لا يتبعون علي بن أبي طالب، وكل هذا من ضمن المباهلة. ولا يوجد في هذا القرآن عقائد الشيعة، لا غيبة ولا مهدي ولا رجعة ولا إمامة علي بن أبي طالب، ولعنة الله علي وعلى من ذكرتهم إن كنت كاذبا فيما قلت، ولعنة الله عليك يا شيخ حيدر إن كنت كاذبا فيما قلت. ونحن نعتقد أنكم قلتم بتحريف القرآن ونقلت ذلك في المناظرة وأنت لم تتعرض لها، وقرآنكم الصحيح مع المهدي، ونحن لا نعتقد أن لكم مهدي، لم يولد لكم مهدي، وأن الإمام الاثنى عشرية وجميع أئمتكم قاطبة هم أئمة لنا إلا المهدي، لأن المهدي ليس شخصية حقيقية عندنا، لكن كل آل البيت هم أئمة لنا، لكن في أفضل منهم وفي أقران منهم.
ولا يوجد أفضل من أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أبو عمر قل أخرج من حول الله وقوته وأدخل في حولي وقوتي إن كنت من الكاذبين. أخرج من حول الله وقوتي إلى حولي وقوتي، أن هذا القرآن صحيح، وهو القرآن الذي نزل من عند الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجمعه الصحابة ونشروه في البلاد، وأن الشيعة لا يتبعون هذا القرآن ولا يوجد فيه عقائدهم، ولا يتبعون علي بن أبي طالب، ولا يوجد في هذا الكتاب عقائد الشيعة، وأباهل بذلك، ولعنة الله عليه إن كنت كاذبا، ولعنة الله عليك يا شيخ حيدر إن كنت كاذبا، وعلى مما ذكرت. أحسنت، شكرا جزيلا. إذن إخواني انتهت المباهلة بيني وبين أبو عمر الشرقاوي، وإن شاء الله راح ننشرها هذه ونعيد نشرها، وراح نتواصل أنا وأبو عمر الشرقاوي مبدئيا يوم الجمعة المقبل الساعة 10 ليلا، راح تكون الحلقة الثانية من مناظرتنا حول القرآن، ثم بعدها راح تكون عندنا سلسلة نثبت عقائد الشيعة. أنا أثبت كشيعي إمامي 12 أبين ما أعتقد به، ثم أثبت ما أعتقد به من القرآن، وهو يبين ما يعتقد به ثم يثبت ما يعتقد به من القرآن. إن شاء الله في جزء آخر من المناظرة. نعم، نحاول إن شاء الله ننسق فيه، لأن عندي أيضا مناظرات كثيرة، يعني أنا مؤجل والله. أعرف أنا أدري، ولذلك أنا خليتها بعد أسبوع إن شاء الله. تحياتي لك أبو عمر، كانت مناظرتنا حقيقة مناظرة شيقة، ولاحظتم إخواني يعني أنا وأبو عمر الشرقاوي ما أتصور صارت بيناتنا كلمات استفزازية، كيف تعاملنا بالوقت، كيف أنه كل من يعني يتكلم براحته وكل أريحية. يا ليت يكون هذا الأسلوب مال المناظرة ما بيني وبين أبو عمر الشرقاوي أسلوب سائد مع باقي الأخوة والأخوات، يعني خلوا هذا الأسلوب السائد. أبو عمر الشرقاوي وأنا أختلف وياه وهو يختلف وياي، لكن شفتوا ولاحظتوا مدى الاحترام فيما بيننا، وهو هذا يعتبر من المهمات. ثم ندع ما أعتقد هذا منهجي، أنا لا أتجاوز ولا شيء. لا أدري أنا أبو عمر، ولا يوجد أي اختلاف شخصي بيني وبين الشيخ حيدر، أي اختلاف شخصي لا ما عندنا. وإحنا وللعلم والاطلاع نحن أصدقاء نتواصل، يعني هذا خلي على خير إن شاء الله. حبيبي، تحياتي لك أبو عمر، وإن شاء الله على الجمعة المقبلة نتواصل بخير الله عز وجل. تحياتي لك، شكرا جزيلا لك، شكرا إلى كل من تابعنا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.